قررت اعمل لمبه، بس اكيد مش اللمبه دي. اهلا بيكم في فاطمه قررت تعمل حاجات هي والاي اي. وعلشان نبدا اي حاجه محتاجين كرتونه كبيره. جبت الكرتونه الكبيره دي اللي كانت عندي، بدات افتحها اقطعها وبقى عندي نصين كبار قد بعض. تعالوا اوريكم بقى هنعمل بيهم ايه. وبمفك مسامير اللاب وقلم رصاص وخيط عملت الشيء اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وبدات ارسم دايره كبيره بالقطر. بدات اقطع الحواف بتوعها وبقى معانا دايرتين كبار دول كده البيز بتوع اللمبه. ومن بواقي الكرتونه قطعت مستطيلين طوال، بدات كده اطريهم هنسيبهم على جنب ونروح للخطوه اللي بعد كده اللي قالها لي شات جي بي تي، وهي المعجون واسمنت وجبس ابيض، بس هنسيبهم على جنب دلوقتي. نرجع تاني للدايرتين بتوعنا. حطيت دبل فيس على الاولى، ثبت عليها الثانيه، وبعد كده بدات الزق الحدود باسوأ طريقه ممكن تلزقوا بيها في الدنيا. ودي الفقره اللي انا كنت بدعي فيها الروشنه، ولكن قلبت معايا بي يابا انت بيما يابا. وهنا كنت المفروض اخلط الحاجات بكميات متناسبه علشان تطلع قوام معين، ولكن الاي اي قال لي اخلط لحد ما ربنا يكرم ان شاء الله توصل للقوام المناسب، بس قول يا رب. وبدات مرحله التلييط زي ما انتم شايفين. خلصنا المرحله دي ندخل على مرحله من حفر حفره للاخير وقع فيه. وهنا وانا كنت بحاول ابين تفاصيل الحفر كويس، طبعا انتوا فاهمين انا بعمل ايه، ولكن استنوا بس هتفهموا. وهنا في مرحله اضافه بعض الالوان للوحتنا الفنيه. وتسالني هو اللون، طبعا انتوا شايفين ان هو اسود، ولكن هو كان جبس عادي يبقى لونه غامق. واخيرا وصلنا لفقره شريط الليد. عملت تيست وكانت النتيجه اكثر من رائعه. بعد كده علقناها على الحيطه، انا ما عملتش الخطوه دي، وبعدين رجعت شريط الليد. وهنا انا وبابا كنا بنحاول نكتشف اي طريقه نثبت بيها شريط الليد في اسمنت، بس دي ما كانتش اكبر مشكله عندي، لان بعد ما ثبتناها في الحيطه جبت كرتونه تانية قصيتها على شكل دايره مفرغه علشان نغطي بقى كل الكلام اللي احنا بنعمله ده. وبرده اديتها طبقه اسمنت ومعجون كده علشان نخلي لونها ابيض. وبعدين بدات اعالج شكل الاسلاك اللي باينه دي اللي ما كانش شكلها احسن حاجه، ولقيت الدبل فيس ده بالصدفه اللي هيعالج بيه مشكله الليد اللي بتقع. وخليني اوريكم النتيجه النهائيه وانتوا بقى تقولوا لي هل كل ده يستحق. ودي المون لامب لايت، محاكاه كده لشكل القمر لو هنبص عليه هيبقى عامل ازاي. فقولوا لي ايه الفيديو الجاي حاجات ممكن اعملها تاني انا والاي اي.